السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرثومة المعدة هيليكوباكتر بايلوري انتيجين دي نوع من انواع البكتيريا بتعمل التهابات في جدار المعدة وبتعمل قرح معدية، وممكن مع الوقت تجيب لا قدر الله كانسر، سرطان. طيب اعمل انا ايه عشان احمي نفسي من جرثومة المعدة؟ للاسف هي طريقة نقلها سهلة جدا، بالذات في طريقة ان احنا اكلنا بقى فيه تكاوي كتير وبناكل من الشارع كتير وسهل تتنقل عن طريق السلايفا، وسهل يعني هي سهل تتنقل. فتقريبا هي موجودة عند كتير من المصريين جدا جرثومة المعدة. وهنا في مدرستين، في مدرسة بتقولك لما تلاقي جرثومة المعدة لازم تعالجها، وفي مدرسة تانية بتقول لا ما تعالجهاش إلا لو عملت أعراض التهاب في المعدة، قرح، حرقان في فم المعدة، بدأ يجيلك أعراض عسر هضم، بدأ يجيلك أعراض منها، ساعتها نعالجها. أنا عن نفسي ميال إن هي تتعالج في كل الحالات. يعني أنا لما بيدخل عليها مريض وبيشتكي من بطنه بصفة مستمرة، وبيجيله عسر هضم او بيجيله حموضة او بيجيله حرقان في فم المعدة كتير، الاحسن ان انا امشي معاه، بروح طيب له تحليل الجرثومة علشان يتعمل صح، مش بدور عليه في الدم. لا، هما في تحليلين. ادق تحليل بيبقى عن طريق النفس، حاجة اسمها يوريا بريس تيست، بس ده مش سهل يتعمل في حتت كتير. او السهل الموجود في كل المعامل ان انت تعمل حاجه اسمها هيليكوباكتر بايلوري انتيجين انستول. يعني ايه؟ بدور على جرثومه المعده في البراز. يعني هو هياخد منك عينه براز، بس مش بيعمل لك تحليل براز، لا ده بيدور على جرثومه المعده في البراز. طب لقيت التحليل ايجابي وان انت عندك جرثومه المعده، انا من انصار اللي انا بعالج. وطبعا في العلاج الثلاثي. العلاج الثلاثي ده بيبقى عبارة عن نوعين مضاد حيوي، زائد حاجة اسمها بروتون بامب انهبيتور، أدوية بتقلل حموضة المعدة، بيتاخد من مدة أسبوعين ل3 أسابيع. وأنا بفضل بعد ما بتخلص كده خالص بتروح جايب احنا دلوقتي عاوزين برضو نطمن ان البكتيريا ممكن المضادات الحيويه دي تموت البكتيريا المفيده اللي عندنا، فبتجيب حاجه اسمها انتيرو جريمينا. ده دواء عباره عن بكتيريا مفيده للمعده. بتاخد هي امبولات كده، بتروح في اسمه التجاري انتيرو جريمينا، بتروح فاتح الامبول ومفضيه على ميه وتشربه على فك الريق لمده شهر، عشان نعمل استعادة تاني للبكتيريا المفيدة للجهاز الهضمي. وبكده يبقى احنا قلنا في إيجاز نعمل ايه مع جرثومة المعدة. السلام عليكم ورحمة الله.